انت ممكن ما تتقبلش في شركه احلام، مش علشان انت مش شاطر، بس علشان انت مش باين على لينكد ان. في الفيديو ده هقول لك ازاي تخلي شغلك يظهر قدام اصحاب الشركات وهم اللي يدوروا عليه. اول حاجه اعمل بروفايل شكله يبيع، زي ان الصوره الشخصيه تكون احترافيه، وهيدلاين يكون فيه كيوردز او كلمات مفتاحيه تعبر عن مجالك، واباوت مكتوب فيه انت بتعمل ايه بالظبط. عارف الاحساس لما تحس انك تتعب في التصميم ويعدي كانه مش موجود؟ مشكلتك مش في التصميم، مشكلتك في طريقه العرض. الناس مش بتدور على مصمم، الناس بتدور على حل. انت لازم تعرض شغلك حل لمشكله العميل، مش تصميم شكله حلو وخلاص. احكي قصه كل مشروع مش النتيجه النهائيه بس. تالت حاجه استخدم قسم الفيتشر ده كانه معرض اعمال. ضيف شغلك ونظم اعمالك عليه، خلي طريقه العرض توضح للعميل قد إيه انت شخص بروفيشنال وشاطر في شغلك. رابع حاجه اتفاعل دايما مع شبكه علاقات، رد على كل الكومنتات اللي بتجيلك، وتفاعل دايما مع اصحاب القرار في الشركات، ده يساعد انك تظهر قدامهم. خامس حاجه واهم حاجه هي الاستمراريه. حتى لو التفاعل عندك في الاول قليل كمل، خليك دايما موجود، ونوع في المحتوى والنصايح، وعلم الناس عن مجال. خليك دايما عارف ان الاستمراريه هتساوي فرص اكتر. وفي الاخر لينكد ان مش مجرد بروفايل، ده معرض اعمالك، فلو استغليته صح هيفتح لك فرص كتير. جرب الطرق دي، ولو حسيت بفرق اعمل فولو، واساعدك تعمل بيرسون براندنج يخلي العملاء يدوروا عليك.